فكرته تحفه يا جماعه بجد، لكل واحد عايز يسوق مجاله، سواء بقى عندك منتج عايز تسوقه، عندك مشروع عايز تسوقه، شيف وعايز تظهر موهبتك هنا، محل وعايز تسوق ليه، اي شغل اي كارير عايز تسوق شغلك ومش عارف، عن طريق هنا البرنامج هنساعدك اللي تحط رجلك على اول درجات التسويق لشغلك. مش بس عن طريق البرنامج، لا، عن طريق كمان السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مهمه جدا جدا دلوقتي، في صفح معديه قليلين هتساعدك في تسويق شغلك. تصور بقى كده انت مغطي الاثنين، مغطي التلفزيون عن طريق القناه وكمان عن طريق السوشيال ميديا. بعد كده هو مفيش تسويق اكتر من كده. عايز تسوق؟ تعالى عندنا في توب جيمس. بدايتنا ان شاء الله بعد قليل مع شيف، ودي موهبه برضو بعتت لنا عن طريق الفيسبوك، بعتت شغلها وشفناها علشان بس ايه نعرف مين المبدع اللي هيطلع معانا في البرنامج. هنروح بقى نشوف الشيف اللي معانا النهارده ونرجع لكم تاني. ومعانا النهارده في فقره المطبخ مبدعه في فن الحلويات. كلمتنا وبعتت لنا الشغل الخاص بيها، ممتازه ولكن مش عارفه تظهر موهبتها ازاي، لان هي فعلا موهوبه جدا جدا في شغلها. معانا النهارده شيف ايمان بغدادي. اهلا بيكي. ازيك يا بنت؟ منوره. ميرسي يا حبيبتي. قولي لي بقى يا شيف، اولا الصور والفيديوهات الجميله اللي احنا شفناها بقى دي باديها من امتى؟ بقالك قد ايه في المجال ده؟ لا، من وانا صغيره. من صغيره. موهوبه جدا في الحلويات ولا في حلويات وحاجات تانية؟ لا، بحب طبعا اللي هو الاكل العادي بتاعنا. بحبه وبحب اعمله بمزاج، بس انا بحب قوي الحلويات. يعني الحلويات اكتر بحبها اكتر، لكن الحمد لله. وبتقعدي يا شيف بقى توزني بالجرام وكده ولا المفروض بالجرام زي الشعب المصري بيحب بالكوبايات؟ اوقات بنعمل بالكوبايات، كلنا في بيوتنا بنعمل بالكوبايات. لكن في وصفات لا بيبقى لازم، يعني اوقات لازم الجرام. هو الجرام احسن على فكره في الحلويات، ده صح. ايوه بس احنا كشعب مصري بنحب الكوبايات. بنحب الكوبايات عامه يعني. مش مشكله، يعني كلنا بنستخدم الكوبايات وامهاتنا كانوا بيستخدموا الكوبايات عادي. قولي لي بقى مين اللي شجعك اللي انت تبدعي في موهبتك دي؟ لازم حد، لازم. اول واحد شجعني في الموضوع ده باباكي. ربنا يديله الصحه. ربنا يديه صحه. تحياتي لحضرتك. بقى جوزي. تمام. كنت بتجربي فيهم؟ هو بيبقى الواحد لما بيحب حاجه فبيبقى عايز يتعلم اكتر واكتر، لان التعليم ما بيقفش. يعني ما ينفعش اجي اقول انا خلاص انا عارفه كل حاجه. صح. لا، ما فيش حد عارف كل حاجه. كل ما الواحد بيعيش بيتعلم، بياخد كورسات، بيصرف على نفسه. كل ما في ممارسه وفي ان الواحد بيتعلم وبياخد كورسات وممارسه بالايد اهم حاجه. ايوه خلاص هو هتلاقيه لوحده ما دام حابب القصه دي، هتلاقيه خلاص مشي فيها. اي مجال كده يعني، غير البيكنج. في كل المجالات لازم كده، لازم. قولي لنا بقى هتقدمي لنا ايه يا مبدعه؟ هنعمل باستا فلورا. هي حاجه يعني ولا كيك ولا بسكوت. تمام. مقاديرها سهله. احنا عندنا كوبايه زبده لينه، كوبايه سكر بودره، 3 كوبايات دقيق، عليهم 1.5 معلقه صغيره بيكنج باودر، تمام. 3 دقيق. ده عشان يعتبر تارت، فاحنا بنحط 1.5 معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام. الكيك كل كوبايه دقيق بتاخد معلقه صغيره بيكنج باودر. احنا عندنا كوبايه زبده لينه، كوبايه سكر بودره، 3 كوبايات دقيق، عليهم 1.5 معلقه صغيره بيكنج باودر، وذره الملح بقى هنحطها دلوقتي. وعندنا بيضه كامله و2 صفار. بيضه و2 صفار. وحطيت اوريدي عليهم الفانيليا، يعني ناقص كيس كده اي فانيليا بقى اللي عندي في البيت، تمام. اي حاجه. طيب البياض بقى بنعمل بيه ايه؟ البياض بنحطه في علبه في الفريزر وبنستخدمه بعد كده نعمل بيه مارينج. بنستخدمه في عجائن، ندخله في عجينه كويس عشان ما فيش حاجه تترمي عندنا، زي الباتيه زي الحاجات دي بنستخدمه في اي حاجه بعد كده. تمام. وعندي مربى، اي نوع مربى انا بستخدمه. كل واحد النوع اللي بيحبه بيجيبه. تمام. مش احنا مثلا النهارده عاملينها بالبلو بيري، التوت الازرق. ده نوع مصري على فكره. في انواع كتير قوي دلوقتي مصري، توت ازرق وراسبري. احنا بندور على الحاجه اللي تبقى ايه في مستطاع. لا، هي نوع مصري عادي معروف، يعني في
كل الانواع يعني، في كل حاجه. تمام. مش فراوله، حسب بقى الولاد بيحبوا. اوكي ماشي. طيب اول حاجه احنا هنضرب الزبده لازم تكون لينه طبعا. درجه حراره المطبخ. فاتحه الفرن على 180 دي اول حاجه. تمام. انا عندي كوبايه زبده دي انا مطلعاها قبل ما يعني اشتغل بحوالي مثلا ساعتين. تمام. سبتها على الرف بتاع المطبخ. اوكي. لازم تكون لينه. في درجه حراره يا جماعه المطبخ الاوضه اللي هو يعتبر الباستا فلورا ده ما ينفعش استخدم زبده سايله. تمام. اوكي. افضل ان انا استخدم لينه عشان تبقى هشه معايا. اوكي. طيب انا ممكن اضرب الاول الزبده لوحدها كده بس ضربه. ماشي. هحط بقى كوبايه سكر بودره. حلوه الوصفه دي عشان مقاديرها صغيره. ممكن تقطع مربعات صغيره. مش هتاخد وقت يعني من ست البيت. ممكن اقطعها مربعات. انا هضرب ده كويس قوي لحد ما القوام يبقى هش ولونه فاتح. تمام. اوكي. نجاحه هيعتمد على كده. لان انا لو ضربت بعد الدقيق غلط، انا بضرب الفتره اللي قبل الدقيق. ماشي. انا هضرب ده كويس قوي لحد ما يبقى لونه فاتح. تمام. وممكن استخدم المضرب اللي هو السلك اليدوي العادي لو مش موجود ده. مش موجود الكهربائي بس هياخد مني وقت شويه. تمام. لكن عادي ممكن استخدم السلك اللي موجود في البيت. اوكي. ضربنا الزبده والسكر، المفروض اضرب مده اكتر من كده. 3 دقائق اقل حاجه. تمام. انا هنا عندي بيضه واثنين صفار. طيب هحط واحده واضرب وعليهم الفانيليا. تمام. اوكي. احط كده واحده، لو نزل 2 عادي مش مشكله. ما اسيبش بقى حاجه، عشان لو سبت حاجه ده هيأثر في الايه، في المقادير. وحرام نرمي اي حاجه برضه. لازم وكمان عشان المقادير تبقى مظبوطه. تمام. اوكي. اضرب بقى ده كويس. اوقف والم الجوانب. جميل. او كده فاتح، كده اللون فاتح. كده تمام. ماشي. اوكي. هحط بقى الدقيق ده على 3 مراحل. احنا عندنا 3 كوبايات دقيق عليهم معلقه ونص صغيره بيكنج باودر. هنحط ونضرب تمام. الدقيق لازم يبقى منخول، والسكر البودره لازم يبقى منخول. حتى لو انا مشتريه السكر البودره جاهز برضه لازم انخله احتياطي، خلينا في الامان احسن يعني. عشان ما نبوظش كل التكلفه دي بسبب حاجه بسيطه يعني. مش لازم مضرب يعني. ممكن اعمل بالمضرب في المرحله بقى بتاعت الدقيق دي. ممكن اعمل بالمضرب، ممكن اعمل بالسباتولا، ممكن اعمل بايدي. بس ما بعجنش، انا بلم العجينه لان ده يعتبر سبليس. فما بعجنش. جميل. وصفه حاسه اللي هي سهله وبسيطه، وممكن اي ست بيت اولها لاخرها ست بيت تدخل تعملها على طول، مش هتاخد منك حاجه. قبل ما تعملي الغدا ولا العشاء تكوني خلصتيها يعني. وحلوه بقى، احنا ممكن نحط مثلا بدل الفانيليا نحط بشر برتقال. ممكن نحط قرفه. مظبوط. طيب انا هنا بقى هعجن بايدي عشان احس بالعجينه، بس هي كده مقاديرها مظبوطه بالظبط. ما نزودش دقيق، لان زودنا دقيق هتنشف. لا نمشي يا جماعه على حسب المقادير بالظبط. تمام. انا هنا بلمها بس بايدي. يلا. انا بلم مش بعجن، لان انا لو عجنت هتطلع ناشفه معايا. بسيط لم بس لم الدقيق يدخل في الزبده والسكر وكده. النواعم والكيك والحاجات دي. تمام. مجرد ما حطيت الدقيق اقلب لحد ما الدقيق يختفي بس. تمام. علشان ما افعلش الجلوتين اللي في الدقيق فتنشف معايا. هي كده لمت صح، هي موجوده في البوله بس لمت. تمام. هقسم بقى الخليط ده تلت وتلتين. تمام. تلت وتلتين. عادي يعني بالنظر كده، بوله كبيره وبوله صغيره. تمام. اوكي.
هجيب بقى القالب بتاع الطرق ده. اي صينيه في البيت ممكن استخدم صينيه عاديه، مش لازم قالب الطرق، بس قالب الطرق بيدي الشكل الحلو ده. هفرد بايدي، مش محتاجه نشابه ولا اي حاجه اهو. تمام. وعايزه سمك حلو، انا مش عايزه سمك ولا رفيع قوي ولا تخين قوي تحت، سمك كويس. تمام. ممكن نلم ده كمان لان ده كتير. احنا هنا فردنا هون عجينه بايدينا، مش محتاجين نشابه ولا اي حاجه، عادي. لو ما عنديش قالب الطرق ده استخدم اي صينيه في البيت. تمام. اي صينيه عاديه. خلاص انا دلوقتي بفرد بسمك يعني كويس 1 سم مثلا، وهاجي اعمل كده عشان بس يطلع الشكل ده. جميل. وبرده بفرد تاني. جميل وسهل يا جماعه. سهله. ولو مش عايز اعمل الحركه دي مش مشكله، اي صينيه زي ما قلنا في البيت اللي احنا بنعمل فيها الكيك، بس يستحسن يكون السور بتاعها رفيع. تمام. طيب انا هعمل ايه بقى عشان اطلع الشكل ده؟ انا دلوقتي طلعت الزايد هنا على الجوانب، هعمل كده احط هنا. تمام. بس خلاص. انا بس هظبطها كده. هجيب بقى الشوكه وهخرم القالب علشان ما ينفخش في الفرن. تمام. طيب هنا بقى عندي العجينه اهي بقى، كميه برضو تعتبر مش قليله يعني، كتير. هاخد اللي انا عايزاه. لو انا مضاعفه المقدار ممكن اعمل طرد واستخدم النص التاني افرده بين ورقتين زبده او بين كيسين بلاستيك بتوع السندوتشات بالنشابه، وقطعت الكوكيز، يبقى عندي كوكيز حلو برضه. يعني ممكن استخدمها كذا استخدام العجينه دي. انا بقى بحط هنا رشه دقيق ليه؟ عشان اعرف ابشرها. انا يا اما القطعه دي الفها بستريتش وادخلها الفريزر شويه، ودخل دي الثلاجه برضه، دي كده لازم تخش الثلاجه الافضل يعني. يا اما الف دي بستريتش واحطها في الفريزر، يا اما ابشرها بالمبشره. انا عشان ابشرها بالمبشره لازم ازود لها ايه؟ دقيق. احط بس الاول مربى، اي مربى يعني ده بياخد تقريبا البرطمان ده بالظبط، اللي هو المقدار ده. انا كان المفروض الاول بس نعملها كده عشان تبقى كريمي معانا وهي نازله. لو عندي مكسرات ممكن احط مكسرات هنا، كل واحد على الوش حسب اللي عندي في البيت. مفيش خلاص بحط المربى اللي عندي بس. تمام. هوزعها بقى كده. هاجي بقى الجزء اللي احنا حطينا له الدقيق. ممكن اعملها شرايط واعملها كرهات. بشوفها كتير زمان امهاتنا كلهم بيعملوا كده. بس انا بحب الشكل ده، الشكل حلو في الاخر والتغيير مطلوب. لو حسيت ان انا وانا بشتغل ساحت مني هسيبها واخد غيرها، او تزود شويه دقيق، او بس بلاش بقى دقيق كتير علشان لو اتحطت في الفريزر 10 دقايق خلاص عادي. لو انا مش مستعجله عادي ممكن احط لها دقيق واشتغل بيها على طول. تمام. طيب المبشره العاديه يعني الناحيه الواسعه. بس انا هنا بقى هو معايا براحتي بقى، عايزه ازود البشره عن كده براحتي. انا مثلا بقى معايا مقدار اهو، هفرده بين ورقتين زبده او بين كيسين بلاستيك واقطعه بس بلاش نفرد العجينه على دقيقه عشان بياخد كميه دقيق اكتر من الدقيق تنشف صح؟ من الوصفه المطلوبه. تمام. دي هحطيها بستريتش وادخلها الثلاجه اقل حاجه نص ساعه. تمام. لازم الزبده تشد
تمام. وبعدين اسخن الفرن على 180 قبل ما اطلعها من الثلاجه بحوالي 10 دقائق ربع ساعه، احطها على الرف الاوسط. تاخد ساعه، هي بالظبط تاخد ساعه لحد ما الاقي الحروف دي كده احمرت. خلاص الوسط مش مهم، يعني الوسط حاليا لونه ذهبي، لو استنيت انا لحد اللي في الوسط ده لما ياخد اللون ده هتتحرق. فانا استنى لحد ما اللون ده يبقى ذهبي غامق اللي احنا شايفينه ده، والنص ايه لونها حلو فاتح خلاص، هي حتى كريسبي هيبقى مقرمشه. هي بتاخد تقريبا ساعه، بس اهم حاجه ادخلها الثلاجه نص ساعه بعد ما اخلص شغل. وصفة جميلة جدا وسهلة جدا واقتصادية يا جماعة، يعني مش محتاجة دوشة ولا بالجرام، عملتها بمنتهى السهولة وفي وقت صغير جدا وبالكوبايات. واهم حاجة دكتور داليا في الكوبايات احنا بنستخدم نفس الكوباية في كل بعدين الدقيق، عشان في ناس بتغلط كتير قوي في موضوع الدقيق ده. انا حطيت الدقيق ما بربسش، انا بحط كده كده على من غير ما اكبس. من غير ما اكبس بعمل كده خلاص. متشكرة جدا جدا الحلقة الجميلة دي مبدعة. متشكرة وإن شاء الله مش آخر لقاء بإذن الله. وكانت معانا شيماء البغدادي في حلقة توب جي